يعني رجع راكب اللودر؟ ايوه زي ما اقول لك كده، وهد الحيطه ومشى الواد. يبقى اللودر ما اتسرقش من اساسه. واقطع دراعي ان دي حركة عاملها الحاج محمد ابو دياب يخوف البلد بيها. مخك يوزن بلد يا عم الحج. وانت ما يجيليش من وشك خبر زين ابدا. غر غر. خير يا بيه، مين حضراتكم؟ احنا من المساحة ووزارة النقل والداخلية، علشان التمكين من قياس المساحات اللي هيتم استخدامها من الجبل عشان الطريق الجديد اللي هيمر من هنا. مفيش طريق هيمر من هنا. يعني ايه؟ يعني زي ما سمعت كده، تروح وتقول للي مشيعينك ان المحجر ده ملك للحاج محمد ابو دياب، يعني مش ملك للحكومة، ومفيش طريق هيعدي من هنا. يعني ايه يا خير بيه؟ بتتكلم يا شاب ايه؟ يا خير بيه احنا معانا اذن تمكين، يا ريت تسمح لهم يقيسوا. لا هسمح لهم ولا هيقيسوا ولا يفرق معاني، لا اذن ولا ورقه. ما يصحش تكلمنا كده يا خير بيه. وانا قلت لسعادتك لو رجل موظف او عسكري خطط المحجر بس مفيش عندي غير الديناميت. مهندسين ايه وطريق شرقي ايه؟ اتكلم بالراحه. مهندسين مساحه وظباط وعساكر واذن تمكين ليهم بالقياس. وتزعج فيهم ليه؟ كانوا خدوا غرضهم وبعدين احنا نتصرفوا كده هيعندوا اكتر. ولا يعندوا ولا حاجه يا حاج، مشوا زي الفروج. ماشي، النهارده مشوا زي الفروج، بكره هيجوا لك ب20 عربيه ولو 1000. بعدين في المخ التارس ده مش كنت تعجل اخوك؟ اخوي معاه حد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا ولدي الاستاذ فين؟ عنده جلسه؟ يخلصها ويجيني. يعني ايه يا متر؟ هياخدوا المحجر بالعافيه؟ مش حكاية ياخدوه بالعافية. امال عمال تقول لي كلمه من الشرقي وكلمه من الغربي ليه؟ المحجر ده بتاعي ولا بتاع الحكومه؟ لو عندك حجج مختومة برسم المحجر يبقى قطعنا نصف الطريق والباقي يكون بينك وبينهم، بس أنا خايف إنهم يجوا في المحجر لحين فض النزاع. الحجج عندي، ولو وقفوه 100 سنه في الاخر هيبقى بتاعي. عموما أنا هعمل إجراءاتي، بس حضرتك شوف لي الورق. حاضر. مناع، خش. برص برص برص. نشدت يا مناع. شاطر. لو على البورس سهلة. هو في غير البورس؟ فيها يا حاج الحارس العام الكبير الحي اللي ساكن هنا من 100 سنة. 100 سنه؟ زمانه مات. ولا مات ولا حاجة. وطول ما احنا جايبين سيرته أكيد سمعنا. احنا عملنا له حاجه؟ احنا جايين ندوروا على حاجه وسايبينها له. يا عم الحاج المنظرة ليها 30 سنة محدش فتحها. وانا الاوان ها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
خلي بالك يا حج من الدبيب. لا ما تقعدش. خير يا حاج، هدور على ايه عندك في المنظر القديم؟ ورق قديم خاص بملكية المحجر. ولقيته؟ لسه عدور. يوه، العجلة القديمة بتاعتنا. سيبه يا جودة. بيننا وبينك سد حديد، بيننا وبينك سد حديد، بيننا وبينك سد حديد. ليه يا ولدي؟ ما كان هيروح لحاله. حلو ايه؟ وده كان هيسيبنا؟ يا جود، ده حارس المطرح من ايام جد جدك، يعني عمره عدى ال 200 سنه. بتتكلم زي ما كنت قتلت كبير عيلة. وانت مالك؟ ما كان ماشي. دي هي قاتل يا مقتول. طيب خلي بالك، ولفته مش هتسيبك. طيب بطل جهل. مناع، هات لي كلوب في الاوضه القبليه عشان افرز الورق. حاضر يا عم الحاج. عمره مرهون بفتح المنظره الليله. وبعدين في الليله دي هذا المتعبين. في ايه الورق ده يا ابوي؟ هنشوفه فيه ايه. مناع، قبل الفجر شيع 30 عامل والودر يهدوا المنظره يجيبوها الارض. حاضر يا عم الحاج. طب يعني نفرزوهم في المنظره الجديده. معلش، عايز اقعد فيها لوحدي قبل ما تتهد، وخليكم جاري برا. عقد انتفاع محجر باسم محمد زين الدين حمزة دياب 1961. تمام. سلام يا مناع، لو تجيب لنا تلفزيون نشوف نشرة الأخبار. والله ما انا عارف ايه حبك لنشرة الاخبار دي، هتوجع راسي. عشان نعرف الدنيا فيها ايه. ولا جد، ما الدنيا زي ما هي، البحر ورانا والجبل قدامنا. طب اعمل الشاي. حاضر. وبعدين هم امريكي طايحه واحنا زعلانين وخلاص. خلص.